ايه ده؟ ايه ده؟ مش اللحم مش مستوي يعني. انا بشد اللحم دلوقتي مش ببقي بايدي عادي كده. بص انا مستغرب اصلا، هم جايبين حواليها شعريه مش رز. دي كده حمامه قصر الكباب. جبنا النهارده احسن مطاعم بتعمل حمام محشي رز في مصر، ومعانا حجوجه وبهيه والدهان والجمهوريه، كبابجي فرحات، حمام عبده، وهرم الحمام، واغلى واحد معانا قصر الكبابجي. عايز اقول لكم الاسعار متفاوته جدا، من بين او ارخص واحد ب 175 جنيه واغلى واحد قصر الكبابجي عامل 298 جنيه يعني 300 جنيه. يلا ننزل الحاجه دي بقى ونبدا. سؤال النهارده هو مين ملك الحمام المحشي في مصر؟ معاكم الدرش في فيديو جديد شديد. مقارنه النهارده صعبه، مطاعم كتير متخصصه في الحمام، الاسعار بتبدا من اول 175 جنيه لحد 298 جنيه. كل ده السعر ده مش شامل توصيل، شامل بس فرد الحمام. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتدعس اشتراك، ولو عندكم افكار لفيديوهات جديده يا ريت تكتبوها لنا في الكومنتات. يلا نبدا باول واحد. اول وارخص واحد معانا النهارده الحجوجه، جاي بسعر 175 جنيه. احنا هنقارن بناء على ايه قبل ما نبدا؟ بناء على السعر، التغليف، حجم الحمامه يعني كبيره ولا صغيره. بس عشان الموضوع هيبقى صعب ان احنا نفتح الثمان حمامات ونحطهم جنب بعض، فاحنا هنوزنهم. موضوع الوزن ده هيبقى موضوع يعني مش دقيق قوي، بس هيعرفنا انهي حمامه اكبر من الثانيه. هنبدا بقى نجيب الحاجه نجهزها، ميزان، مناديل. هنبدا مع حجوجه مزيت جامد. استنوا بقى ايه، جايب معاه جلافز. يعني في كيس كده، بس هي الحاجه متدهوله زيت جامد قوي يعني. لا والله ما جايب جلافز، والله ما جايب جلافز. طيب احنا عندنا جلافزات، بس يعني هو مزيت جامد جامد جامد. هو المشهور عند حجوجه ان هم بيقلوا الحمام في سمنه المفروض او في زبده بلدي. فانا مستغرب جدا اصلا ان حجوجه ارخص واحد في حلقه النهارده، يعني سعره 175 جنيه. ففي ناس كتير الباقي كله اغلى منه يعتبر، في ناس فيهم فروقات بسيطه وفي فروقات كبيره بصراحه في السعر. هنفتح كده، هو جايب الحمامه بس والمعالق والشوك. نجيب طبق. ده كده المنظر بتاع العلبه، هي جايه مخبطه جامد بصراحه. طبعا التغليف مش حلو خالص، ودي نقطه المفروض معانا في التقييم النهارده. يعني ده شكل الحمامه كده، هي جايه مش منفوخه قوي بصراحه، يعني تحس فيها فراغ من جوه، بس هي مقليه كويس يعني. تعالوا بقى ايه نشوف الميزان بتاعها. يعني وزن الحمامه عامل 324 جرام، يعني وزنها كويس وحجمها حلو بصراحه. ننزل بقى ونبص على الحمامه نفسها. هي بس يعني فيها سنه تجليده مجلده قوي. السعر بتاعها ارخص واحده النهارده. الباكنج ما كانش افضل حاجه، وجايه مزيتها جامد قوي يعني، بس هندوق بقى الطعم ونشوف. ده منظر الرز بتاعها من جوه كده. الطعم بتاعها كويس، ما فيهاش كبد وقوانص خالص، يعني مش الرز نفسه ما فيهوش كبد وقوانص. الفلفل الاسمر عالي عالي قوي، يعني عالي، طعمه اوفر قوي في الحمام. الرز مش معجن، بس تتبيله الفلفل الاسمر. انا عارف ان الفلفل الاسمر بيبقى زياده في الحمام، بس هو هنا زياده اوفر، والملح نفسه كمان زياده. انا عايز برضو افتح كده ابص على منظر اللحم، يعني شوف اللحم قد ايه. ده كده منظر اللحم بتاعها من جوه. هي مش كبيره قوي يعني بصراحه، بس يعني حاجه كده عارفين الحمام ما بيبقاش فيه لحم كتير. تعال ندوق يلا. طعمه جميل مستوي، مش ما فيهوش طعم زفاره. بس زي ما قلت تعقيبي كله على موضوع الرز. الفلفل الاسمر عالي، يعني ما مستحملها، عالي قوي 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 يعني. بس هي نضيفه، مش زفره. الحجم بتاعها كان كويس. انا حاولت افصصها لكم على قد ما اقدر، يعني انا مش باكل الحمامه كده، بس حاولت افصصها لكم على قد ما اقدر عشان شكلها يبان معاكم يعني في التصوير. تقييم ممكن اديها مثلا تقييم 7 من 10، يعني هي ما ابهرتنيش ولا الرز ابهرني، هي متوازنه بس مش احسن حاجه. يلا نخش في اللي بعده. تاني حد معانا بهيه. انا عايز اقول لك ان انا عندي فضول للحمام بتاع بهيه، لان بهيه على طول بطلب منهم الصواني والبط، الحاجه عندهم خرافيه بصراحه. طيب العلبه فيها ايه؟ الكيس فيه كده معلقتين ومناديل، مفيش جلافز، وجايبين بصراحه العلبه احسن شويه من علبه حجوجه بصراحه. ده منظر العلبه كده. تعالوا نلبس الجلافز. طيب تعالوا نفتح كده بقى البوكس نشوف فيه ايه. بهيه زي ما انتم شايفين كده، جايه الحمامه شكلها منفوخ شويه كمان، يعني شكلها واخده حشو كويس قوي عن حجوجه، وكمان جايبين رز زياده من بره. ده منظر كده الحمامه بتاعت بهيه، وعايز اقول لكم الحمامه تقيله وحجمها كبير، وده هيبان في الوزن معانا دلوقتي. فعلا الحمامه كبيره. يلا نحط على الميزان ونصفر ده بالرز.
الميزان بتاعها عامل 395 جرام وده شيء كويس جدا. الحمامه باين عليها اصلا ان هي كبيره جدا، هي برده مزيته بس ده الطبيعي لان هي كده كده مقليه، بس الشكل بتاعها حلو قوي وكبيره ما شاء الله عليها. هل اللحم بتاعها برده هيبقى كتير ولا الكتير ده الحشو بس الرز؟ نبدا. طيب مبدئيا كده الرز مفلفل هنا اكتر من حجوجه، هو ما كانش معجن في حجوجه. مفلفل طعمه حلو قوي، الفلفل الاسمر موجود بس مش كتير قوي 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 زي حجوجه. عايز اقول لكم ان اللحم بتاع الحمامه كبير، يعني انا هوريكم في الكاميرا دلوقتي. بصوا انا لسه اصلا ما دخلتش على الصدر بتاع الحمامه، بص كل ده لحم، فاللحم بتاعها كتير ما شاء الله جميله. ناخد قطمه كمان بقى. زي ما قلت لكم ده الشكل بتاعها كده، واللحم اللي فيها كتير جدا بصراحه، طعمها حلو 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 حلو. عايز اقول لكم كمان ان الرز هنا محشي كبد وقوانص، فده طبعا انا بفضله لان هو بيودي الطعم بتاع التتبيله مع الحمام في حته ثانيه. ليه؟ لان احنا كده كده عارفين ان الحمام بتاع اللحم بتاعه شويه، يعني لحم الحمامه شويه صغيرين، فالكبد والقوانص بتعمل معادله شويه عشان ما تبقاش على طول تاكل لحم، بتاكل رز وفي الاخر تيجي تلاقي حته الحمام في الاخر. فمعادله حلوه قوي بصراحه، طعم جميل، الرز مفلفل، الكبد والقوانص اللي فيه حلوه مستويه، مفيش زفاره في اللحم بتاعها كتير، كل حاجه فيها تحفه بصراحه. انا مش عايز اسرع واقيمها اصلا عشان ما اظلمش اللي جايين بعدها، بس بصراحه تجربه ممتازه. هنشوف هل في حد هيجي بنفس الكواليتي دي ولا لا. انا بالنسبه لي هديها 9 من 10 وش على طول، حلوه جدا 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 الى ان يثبت العكس من حد تاني. يلا نخش في اللي بعدها. تالت واحد معانا الدهان. الدهان جاي بسعر 185 جنيه. الكيس بتاع الدهان فيه ايه؟ فيه علبه ترشي مخلل والجلافزات او المناديل عشان ما حدش جاب جلافز، وجوه الكيس فيه الحمامه. تعالوا نلبس بقى الجلافز ونبص على الحمامه من جوه. طيب الدهان جايب شويه بطاطس كده مع الحمامه. طيب هي مستويه، هوريها لكم برده في الكاميرا. الحجم بتاعها اصغر بكتير جدا من باهيه، ويعتبر قريب من حجم حجوجه. ده الشكل بتاعها كده، بس هي برده مش يعني منفوخه، مش منفوخه قوي يعني الحشو فيها مش كتير قوي. طيب هنرفع على الميزان نصفر. الحمامه دي وزنها زي ما قلت هي اقل واحده لغايه دلوقتي، وزنها عامل 321 جرام، وزنها 321 جرام. التغليف جاي تغليف عادي، يعني ما ادلوش تقييم عالي ولا تقييم قليل، كويس. يلا ندوقها. ده الشكل بتاع الحمام من جوه كده، اللحم بتاعها حجمه كويس، والرز انا عندي بس مشكله مع الرز، يعني هقول لكم عليها دلوقتي يعني بعد ما تشوفوا الحمام. هو حجم اللحم كويس بصراحه، بس هي واخده مقليه اكتر مما كانت المفروض تتقلي، يعني هي زايده قوي في التحمير. اللحم طعمه حلو، يعني خدت قطمه كده وهجرب معاكم برده تاني. الطعم كويس بتاع اللحم حلو، مش زفره، بس هي متحمره شويه زياده، بس هي مش هنا المشكله. المشكله ان الرز جاي معجن خالص، يعني هو كده كده الرز جاي من غير كبد وقوانص، بس هو معجن جامد، يعني الرز معجن، فمبوظ عليا التجربه بصراحه. هي تتبيلته الفلفل الاسمر مش زايد ولا حاجه، بس مهري جامد قوي، الرز مش حلو، مش عاجبني. انا هحاول اخد رز من الحته دي، بس هو الحشو بيبقى باين الرز كله زي بعضه يعني. طيب ملخص تجربه الدهان، هديله كام من 10؟ الدهان هديله بصراحه 7.5 من 10. اللحم بتاعه جاي كويس، هو اصغر حمام جت لغايه دلوقتي، بس موضوع ان الرز مهري جامد ده مش حلو، وكمان الرز ما فيهوش كبد وقوانص، فهياخد معانا النهارده كده 7.5 من 10. ويلا نخش في اللي بعد كده معانا مطعم الجمهوريه. اللي ما يعرفش مطعم الجمهوريه هو مطعم مشهور قوي بالمشويات والحمام، جايب 2 سلطه كده وطحينه، والناس كانوا مؤدبين معانا قوي في التليفون بصراحه واحنا بنطلب منهم الاوردر. وكل المطاعم دي على فكره مش عارفه ان الحاجه دي داخله تصوير، فالاوردر جاي عادي خالص. يعني هو مطعم على قديمه، مش هنتكلم في التغليف قوي لان هو التغليف شكل الكنافه بتاعت زمان لما بتتغلف. محل مكانه باب اللوق في شارع الفلكي، الناس اللي من وسط البلد هتعرف مطعم الجمهوريه. تعال بس نلبس الجلافز الاول. يا ترى هل ترى مطعم الجمهوريه هياخد معانا كام؟ هل هيعرف يعادل حمام بهيه؟ يلا نفتح. هو كده الشكل بتاعه، جايب معاه رغيفين، هو اول واحد يجيب عيش النهارده، يعني هو العيش ناشف شويه بس ايه، مش ده المين النهارده يعني. طيب مش هنتكلم على التغليف خالص، يعني ايه، تحسها ورقه لحمه مش حمامه. اوبا دي فرخه دي ولا حمامه؟ زي ما انتم شايفين كده الحمامه ما شاء الله حجمها كبير، بس هنقارن بقى نشوف هي نفس وزن ولا اكتر ولا اقل من اللي فاتوا. يلا نروح على الميزان، يلا نشوف ميزانها.
الميزان بتاعها 360 جرام، هي مش اكبر واحده جت النهارده بس هي تاني اكبر واحده على طول، فده شيء كويس جدا. حجمها كويس، الحمامه نفسها مش ما تحسهاش مجلده او ما تحسهاش مش واخده حشو كفايه، الشكل بتاعها كويس. يلا ندوقها. لو ما فيهاش كبد وقوانص هزعل قوي. ايه ده؟ ايه ده؟ ده المنظر بتاع الحمامه من جوه. انا عايز اقول لكم ان الرز حكايه، الرز مفلفل والتتبيله فيه حلوه وفيها سنه سبايسي كده مع طعم الحمام. الحمامه مش زفره، طعمها حلو قوي. مشكلتي الوحيده او مشكلتي زعلي الوحيد ان الرز مش بالكبد والقوانص. طيب ايه المميز في الحمامه دي؟ اولا الحمامه دي فيها ريحه الفحم، هي مقليه بس باين قوي ريحه الفحم، مش عارف ازاي. هل ممكن مثلا بعد ما اتقلت ده وش مثلا؟ بس متهيأليش. ريحه الفحم فيها والطعم من الحمامه من بره كده جميل قوي. الرز مفلفل، فيه فلفل اسمر وفيه شطه بس منسجمين مع بعض، مش مضايقني في الطعم. اللحم بتاعها عايز اقول لك ان هي اكتر حمامه عجبني لحمها النهارده. اللحم بتاعها حلو قوي، يعني مش عارف هو دي اكيد حاجه مش هتبان في الكاميرا، بس اللحم بتاعها ابو غاشه كده تحفه، جميل جميل جميل. طيب هدي كام الجمهوريه؟ طيب هندي كام الجمهوريه؟ هندي كام للحمام المحشي بتاع الجمهوريه؟ بصراحه انا هديله زي ما اديت بهايه بالظبط، انا هديله 9 من 10. طعمه حلو قوي قوي قوي، الحجم بتاعها كويس، طعم الرز جميل مفلفل مش معجن، فلفل الاسمر مع سنه السبايسي مع طعم اللحم بتاع الحمام جميل قوي. انا عايز اقول لك ان هو كنت ممكن اديله 9.5 لو كان الرز عليه كبد وقوانص، بس مشكلتي معاه تجربه كده، انا عايز اخد تجربه على بعضها، فهديله 9 من 10 هيتساوى مع بهيه. ويلا نشوف اللي بعد كده معانا فرحات نار على علم، يعتبر من اشهر الناس اللي بتعمل حمام ومشاوي. الكيس كده فيه سلطه وطحينه. طبعا المحلات اللي بقالها كتير دي مش هنتكلم جامد قوي على التغليف يعني، بس يعني هو التغليف بتاعه شكله كويس شويه، التغليف بتاعه كويس شويه عن الجمهوريه، يعني حاطط اللوجو وحركاته وبتاع. يلا نلبس الجلافز ونفتح نشوفها. جايب رغيف ومكفن الحمامه. كل دي رقبه. كل دي رقبه. ده الشكل بتاع الحمامه، شكلها واخده زيت لما عدمانه. ماشي، المهم الطعم. يلا بينا نروح على الميزان. حمامة فرحات، شايف ايه حمامة فرحات؟ حمامة فرحات عاملة 364 جرام ورغيف عيش ناشف برضو. هي في مشكلة في مدفع يعني، هي دي طويلة قوي. طيب يلا ندوقها كده. مش عارف انا هلحق اوصل للصدر ولا الحلقة الجاية. انا والله مستعيب والله. فرحات ده صح؟ يعني هي مش اللحم مش مستوي، يعني انا بشد اللحم دلوقتي مش ببقي بايدي عادي كده، بص. لا مش مستويه بصراحه. انا عايز اقول لك ان التتبيله بتاعت الرز حلو، هو معجن سيكه صغيره، بس اللي ابهرني في التجربه دي التتبيله بتاعت الرز، تتبيلته حلوه قوي. يعني عايز اقول لك ان حلوه حلوه حلوه، يعني يعتبر من احسن الناس اللي جابت الحمام النهارده في الرز، في تتبيله الرز حلوه جميله جدا. الحمامه مش مستويه، الحمامه فيها شده جامده يعني لا مش مستويه. طيب تجربتي مع الحمامه، الرز بتاع التتبيله بتاعته حلوه قوي، هو مش معجن بس يعني داخل ان هو يعجن خلاص، ولكن طعمه حلو. حمامه من بره كبيره، شكلها كويس، الطعم بتاع الرز، التجربه اول قطمه كانت حلوه جدا، بس ما فيهوش كبد وقوانص الرز. وكمان اللحم بتاع الحمامه مش مستوي قوي، فمش عارف هل ده في الاوردر ده بس ولا عموما، بس هي هنتكلم على الاوردر ده، فلا انا هدي 6 من 10. الحمامه لازم تبقى مستويه بصراحه. هتاخد معانا النهارده 6 من 10. يلا نخش في اللي بعد كده. معانا حمام عبده. في حاجه مضايقاني قوي في المطاعم النهارده برضه اقول لكم عليها. هو انت كده لما تيجي تحط ضريبه بتحط ضريبه على الاكل او على المنتج اللي انا بشتريه، بس انا يعني هم حاطين لي ضريبه على التوصيل، فدي حاجه مش حلوه خالص الصراحه. انا عايز اقول لك من 8 مطاعم بتوع النهارده مثلا في 6 عاملين كده، فموضوع ان انت حاطط لي ضريبه على التوصيل، انت حاطط لي ضريبه على التوصيل ليه يعني؟ ما انا مش فاهم. انا اعرف الضريبه موجوده على الاكل، فدي حاجه برضه وجب التنويه عنها، بس حركه مش لذيذه خالص يعني. يعني نفتح كده، هو فيه الجلافز، مش جلافز كمان، معلقه وشوكه وسكينه ومنديل والحمامه. يلا نفتحها. ده شكلها كده، انا مستغرب اصلا هم جايبين حواليها شعريه مش رز، يعني هو جاي حواليها شعريه، فهندوقها بصراحه بس مش هتخش معانا تقييم. الحمامه حلوه بصراحه، حجمها حلو قوي، مش عارف انا شايف ممكن تكون اتقل واحده النهارده، بس يعني هنشوف. يلا نوديها على الميزان.
هي اتقل واحده فعلا. وزن الحمامه 405 جرام. هي بص شكلها جاي متغذي على ابوها يعني. فهندوق بقى معلش الشعريه الاول. ايه ده؟ ما ينفعش نقيم الشعريه؟ الشعريه حلوه قوي. ماشي يلا ندوق الحمامه ونشوف طعمها بيبقى عامل ازاي. ده منظر الحمامه من جوه. اللحم بتاعها كتير بصراحه. انا عايز اقول لك ان هي اكبر حمامه كحجم حمام مش كحشو. الحمام حلو قوي. اللحمه دايبه طعمها حلو وكتير كبيره ما شاء الله يعني. الحمامه كبيره. تجربه حمام عبده محيره جدا. ليه محيره؟ انا عايز اقول لك ان هي لغايه دلوقتي انا بالنسبه لي وحاسس انها تبقى في الفيديو كله هي احسن قيمه مقابل سعر. ليه؟ اللحم بتاع الحمام كتير قوي يا جماعه. يعني الحمامه كبيره ما شاء الله. الحمامه كبيره وطعم اللحمه بتاعها جميل. الرز مفلفل وفي التتبيله بتاعته حلوه. الفلفل الاسمر مش طاغي عليها ولكن ما فيهوش كبد وقوانص. فدي هتبقى تالت حمامه معانا النهارده تاخد 9 من 10. يلا نحطها في جنب بقى ونخش في اللي بعده. قبل اخر واحد معانا النهارده وهو اتقل واحد جه واشيك واحد بصراحه. هرم الحمام. هرم الحمام جاي بسعر 240 جنيه فرد الحمام. بس انا مش شايف ان ده بوكس كل ده هيبقى فيه فرد حمام يعني. شيء غير معقول. من غير ما اجيب الكاميرا الثانيه بصوا يعني جايب بوكس عالمي بصراحه. وايزو 9001 مش عارف ليه وحاجات. افتحها الاول صح قبل الجلافز. شيل الطبق شيل الطبق. الموضوع صعب. شيل الطبق. انا عايز اعرف هنا في ايه. البوكس هو شكله جايب فاهم برج الحمام كله مش حمام. صراحه التغليف بتاعه هو احسن تغليف جه النهارده. هو اسمع مسمى بيقول لك هرم الحمام. نلبس الجلافز. عندي فضول فشيخ اعرف ايه ده. يعني الوزن رايح في ايه؟ حاطين طوب مثلا مع الحمامه بتاع الدليفري ممكن يكون عملها ولا؟ ده شكل كده البوكس من جاي من جوه منظره عالمي عالمي. انا مش جاي اكل حمام ده انا بص شوكه وسكينه ودنيا جميله قوي. تعال نفتح كده الحاجه. جايب عيش شامي شكله هم اللي خابزينه حلو قوي وطري والله مش ناشف اهو. المحلات الباقيه جايه ناشف. طحينه ومخلل وطماطم وجبنه قديمه باين. تعال نفرغ البوكس بقى ونشوف الحاجه اللي فيه. البوكس تقيل يعني الطبق تقيل يعني. انا بس على سبيل التجربه بس هشوف ده كده عامل قد ايه. كيلو 35 جرام يعني مش عارفين لسه فيه ايه. كيلو 35 جرام. الباكجينج جاي حلو 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 حلو. شيك جدا شيك جدا جدا جدا. هنفتح كده. حاطين كميه سلوفان كتير. ايه ده؟ ايه ده؟ لا بجد والله ايه ده؟ سمبوسه ومحاشي وممبار ورق عنب وكرنب. ايه الجمال ده؟ انت متاكد ان انت مش قايل لهم الحلقه دي تصوير صح؟ مش قايل حاجه. ده الورك عاملين له بتاع. انا اول مره اشوف جايه حمامه جايه محترمه نفسها كده. ده ملبسين الحمام وحاطين زبيب من فوق وزبيب في الجنب. مش عارف كوره رز الصينيه دي ولا ايه. ورق لورا ومن تحت فيه رز كتير وممبار ورق عنب. لا 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 ممتاز. تعال نرفع ده بقى الطبق التقيل جدا ده ونصفره. وعايز اقول لكم ان الطبق من تحت فيه رز لونين يعني في رز بسمتي وفي رز حمام. الحمامه وزنها 315 جرام ودي مفاجاه. هي اقل واحده النهارده. ولكن انت واخد ب 240 جنيه محشي كوسه وممبار وورق عنب ومحشي كرنب وزبيب كتير ورز بسمتي ورز عادي من بتاع الحمام. فبصراحه انا كنت لسه بقول على قيمه مقابل سعر عند حمام عبده صح. هنا الموضوع رايح في حته يعني فرق 25 جنيه وتاخد الكلام ده كله. وجبه كامله متكامله. احنا الكرنب والحاجات دي هناكلها بعد الحلقه بقى عشان ما نقصرش معانا عشان هو هيبقى تغليف وحاجات يلا نبدا. هو باين على شكلها حمامه مؤدبه. عارف كمان يبقى في شويه عيال واخدين معاهم عيل كده ابن ناس محترمه تقول لك الواد ده ابن ناس متربي. هو ده يعني حمامه مؤدبه. طريقه التقديم بتاعتها الحاجه اللي جايه معاها الرز مفلفل. لسه ما وصلتش للحمه اقول لكم دلوقتي بس الرز مفلفل. الرز كده قبل ما يتحشي بيه الحمام يتحشي بالحمام واخد تشويحه كده على بسمنه موديه طعمه حلو قوي قوي قوي. موديه الطعم في حته ثانيه بصراحه. انا بس عشان الوقت
هنفضي كده عشان اوريكم اللحم. هو الرز بتاعها جاي رز عادي ما فيهوش كبد وقوانص، بس فيه جوه بقى ايه يعني، انا لقيت ايه ده؟ قرنفل. ماشي، حلو انها ما جاتش في بقي. تعال ننظر نشوف منظر اللحم بتاعها. ده منظر اللحم بتاعها كده، يعني اللحم بتاعها يعني اللحم كويس، هندوه دلوقتي بس مش كبيره يعني، مش حمامه لحمها كتير يعني. طيب ملخص تجربه هرم الحمام، يعني التقديم بتاعه فوق الممتاز. كميه الحاجه اللي هو جايبها طبعا كقيمه مقابل سعر، والعيش نفسه العيش جميل قوي يا جماعه، واربع حاجات جايبها معاهم. هو اي نعم انت دافع 240 جنيه في فرد حمام واحد، بس معلش انت واخد وجبه كامله. الوجبه دي زي ما قلنا فيها كوسه محشي ورق عنب، وحش كرومب، وممبار، ونوعين رز فوق الحمامه، يعني ده كل ده والحمامه. فبصراحه هم اتنين ياكلوها مش واحد، يعني اتنين ياكلوا الطبق ده، مش واحد مش هيعرف ياكله. فبصراحه هي وجبه كبيره متوازنه جدا وقيمه مقابل سعر جدا. ولكن هنرجع ونقول ان التقييم بتاعنا على التغليف والسعر والطعم بتاع الحمام. تغليف حلو وكميه كبيره. انا قبل ما نخلص الاخير معانا بقول لك من دلوقتي لو عايز قيمه مقابل سعر على طول هتروح تجيب من هرم الحمام. بصراحه البرزنتيشن جامد جدا، الحاجه شكلها حلو جدا. طيب نروح بقى للحمامه، ودي اهم حاجه النهارده. طيب الحمامه الرز بتاعها متبهر كويس، يعني ما شدنيش قوي حلو قوي ولا وحش قوي، هو كويس ما فيهوش كبد وقوانص، ويعني انا بحب بصراحه الكبد والقوانص. الحمامه طعمها حلو بس صغيره قوي، واللحم بتاعها مش كتير. فلو هتاخد تقييم معايا النهارده على الحمام بس عشان ما نظلمش التجربه الرائعه دي كلها، تاخد معانا 8 من 10 كده. هرم الحمام هياخد معانا 8 من 10. ويلا نشوف اخر واغلى واحد. اخر واغلى واحد معانا قصر الكبابجي بسعر 298 جنيه. قصر الكبابجي جايب ايه؟ جايب بجنيه ونص عيش، جايب عيش كتير. شفت الاختلاف عشان تعرف انت بتدفع فلوس في ايه. هنا المعالق شكلها مختلف، المعالق بتاعتها لونها مختلف، مش سودا خالص، ولا يفرق معانا في اي حاجه الكلام ده خالص، المهم حاجه الطعم. طيب المفروض اغلى واحد الباكجينج بتاعه يبقى احلى واحد زي ما انتم شايفين كده، سمك لبن تمر هندي. نلبس بقى الجلافز، بس انا مش متفائل بالتجربه دي بصراحه، مش عارف ليه يعني. قصر الكبابجي، يلا نفتح قصر الكبابجي. بس هي الحمامه لو هي دي الحمامه فيبقى في حاجه غلط، يبقى دي حمامه غير طبيعيه. بس التغليف وحش جدا بصراحه يعني، وهي اغلى واحده. جاموسه قصر الكبابجي ده واحد مدفون، يعني ايه ده؟ هشيلها ازاي دي؟ مش عارف. دي كده حمامه قصر الكبابجي. مش عارف، كبيره اوفر. انا اول مره اشوف حمامه نص كيلو، 492 جرام، يعني مش عارف. حمامه نص كيلو كبيره، مش عارف انتوا يعني الكاميرا مبينه هي قد ايه كبيره ولا لا، بس هي يعني هي اكبر من ايدي. انا شاكك ان دي حمامه اصلا، بس ما اعرفش ايه اللي ممكن يكون شكله كده غير الحمام ده. كلها دي ولا اتصور معاها ولا اعمل ايه؟ يعني التغليف شكله مش حلو، بس هندوق بقى طعم الحمامه عامل ازاي. بص هو الرز معجن خالص بصراحه، في كبد وقوانص لا، بس هو الرز معجن جامد 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 يعني. طيب احنا عايزين نوصل للحم. هي الرز بتاعها عادي مش بكبد وقوانص. انا بفتحها بالطريقه دي عشان انا عايز اشوف يعني الحمامه دي عامله ازاي، يعني عامله من جوه ازاي. الحمامه كبيره بصراحه، انا اول مره في حياتي اطلع من الحمامه فص قد ده. كبيره كبيره قوي، طعمها حلو، اللحم طعمه حلو. هو شكلهم فعلا المورد بتاعهم احمد مكي. سمن وودي. الميزه الوحيده ان الحمامه كبيره فعلا ولحمها كتير، غير كده الرز معجن خالص مش مفلفل، الرز معجن جامد. الفلفل الاسمر فيه عالي قوي، تحسها مجلده، يعني الحمامه نفسها مجلده، يعني ما تبقاش اغلى حمامه النهارده. يعني مثلا دي لو جاي لي بسعر مثلا 215 زي ناس جم النهارده كان ممكن هدخل معايا في مقارنه ونشوف الدنيا بتاعتها. بس حمامه كبيره ما اكذبش، اكبر حمامه جت، بس هيفيد بايه انها تبقى كبيره بس. طب والطعم يعني حتى بحاول اخد من الورك. عايز اقول لك ان فيها طعم قرفه عالي قوي برده مع التتبيله، بس هو عالي قوي فسد نفسي كده، اللي هو خطفني بصراحه طعم القرفه اللي موجود في الرز. فتجربه لا مش عجباني هي، بس عشان الميزه عشان هي الحمامه كبيره فعلا، يعتبر اكبر حمامه جت النهارده فياخد 7. انما غير كده لا، طعم القرفه طاغي قوي على طعم الحمامه والرز. يلا نشيلها ونشوف المقارنه. التجربه بتاعت النهارده حطتنا في مقارنه صعبه قوي ما بين اكتر 3 اخدوا تقييم النهارده، وهم حمام عبده
وبهيه ومطعم الجمهوريه. هم الثلاثه واخدين معانا 9 من 10. هم فعلا يستحقوا ان هم ياخدوا 9 من 10. الطعم حلو جدا والرز وكل اللي احنا قلناه في التقييم حلو جدا. انا لازم اختار منهم واحد، فانا هختار واحد، اكتر واحد انا حبيته بصراحه او مزجني، فانا هختار حمام عبده. هختار حمام عبده ليه؟ لان هو يعتبر في الثلاثه دول هو اكبر حمامه جت. اللحم بتاعها كان مستوي حلو جدا، الرز بتاعها مفلفل طعمه جميل، وما كانتش مجلده، ووزنها كان كويس. فمفاجاه النهارده، ولكن حمام عبده بالنسبه لي هيكسب بشده. ولكن احسن ثلاثه جربناهم زي بعض بالظبط ما عدا رايي الشخصي، وهم زي ما قلنا جمهوريه، حمام عبده، وبهيه. ارشحهم لكم بشده ان انتم تجربوهم. ده كده كان فيديو النهارده من الدرش من تجربه الحمام، وملك الحمام الحقيقي هو حمام عبده. استنونا الفيديوهات الجايه ان شاء الله. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، واكتب لنا لو عندك اي فكره للفيديوهات ان احنا ممكن نقدمها الفتره الجايه. ويا رب يكون الاستوديو الجديد عجبكم. سلام.